السلام عليكم الإخوان. المنتخب السنغالي ينتصر على المنتخب الإنجليزي بكل نجومه بقيادة هاري كين والباقية. المنتخب السنغالي بقيادة ساديو ماني كينتصر على الإنجليز ويبهر الإنجليز بعد أن كانوا منهزمين، ويقلب الطاولة عليهم بثلاث أهداف لواحد. البارح سئل ويد ركراكي في الندوة الصحفية عن الأداء الضعيف ديال المنتخب الوطني، وقال باللي المنتخب الإنجليزي وسماهم السبوعة، يعني هم واعرين أنهم فازوا بكل صعوبة أمام منتخب مغمور. واليوم المنتخب السنغالي اللي هو منتخب إفريقي اللي غادي نقدروا أننا نواجهوه في كأس إفريقيا، انتصر على السبوعة ديال وليد الركراكي ب3-1 وقلب عليهم الطاولة. تخيلوا دابا حنا نتلاقاو مع السنغال كيفاش غادي نفكوها معاهم بهذا الأداء الضعيف وبهذا المستوى الضعيف ديال المنتخب الوطني. لذلك المنتخب الوطني ووليد الركراكي باقي خاصه خدمة وباقي خاصه العمل. منتخبات أفريقيا راه تطورات خير دليل أن السنغال تصبح أول منتخب إفريقي ينتصر على الإنجليز. ما كاينش حتى شي منتخب آخر استطاع أنه ينتصر على الإنجليز من غير السنغال. كاين منتخبات أخرى قوية إفريقيا، لذلك فمنتخبنا بهذا الأداء وبهذا المستوى وبهذه التصريحات ديال وليد الركراكي صعيب أننا نمشيو بعيد في كأس إفريقيا.